اولا يعني دعني اقول لك، نحن نتكلم يعني في الاستوديو عن سوريا، عن جيش سوري، عن بشار رئيس سوريا. سوريا دولة منهارة مفككة، هذا اولا. ثانيا يعني القادة الامنيين والسياسيين في اسرائيل يتمنون ان يواصل بشار الاسد منصبه لرئيس سوريا. يعني اكثر لماذا؟ من 50 عاما لم يطلقوا رصاصة واحدة السوريين من الجولان، ولا بل كل جندي حاول أن يطلق رصاصة عاقبه النظام. نحن نريد، يعني في إسرائيل يريدون رئيس جبان مثل بشار الأسد ليكون في سدة الحكم. لم يتجرأ على القيام بأي إطلاق رصاصة واحدة من الجولان أكثر من 40-50 عاما. هذا أولا. نحن نريد رئيس ديكتاتوري، يعني يقتل شعبه لكن يعطينا امان والاستقرار. هذا ما يريد السياسيون في اسرائيل. لكن انا اتمنى ان يكون رئيس ديمقراطي في سوريا، يعني يضمن حقوق اللاجئين، يضمن حقوق الاقليات. لقد ذكرت الاكراد واقولها مجددا، الاكراد والدروز وحتى اليهود الذين هجروا من سوريا واستولوا على ممتلكاتهم. نظام بشار الأسد استولى على ممتلكات اليهود في سوريا. هذا ما أتمناه. لكن الحقيقة المفجعة أن بشار الأسد كان من أجبن الرؤساء العرب ولم يتجرأ، وحتى الآن لا يستطيع أن يسقط عصفور في الجو، لا يستطيع أن يسقط عصفور إسرائيلي.